السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا مستمعين قناة جد في الأرض، أهلا وسهلا بيكم بعد غيبة طويلة. إن شاء الله الفترة اللي جاية دي مش هنقطع الفيديوهات، هنحاول كل فترة ننزل فيديوهات باستمرار. أهلا بيكم على قناة أو إذاعة قناة جد في الأرض. أنا إسلام سعيد، ومعانا كم خبر كويس بخصوص النادي الأهلي. والخبر الأول اللي احنا هنتكلم عليه وهو طبعا عدل القيعي الأهلي عانى تحكيميا أمام الداخلية، وهل ما زلنا نعيش داخل نظرية الاحتواء. الخبر الثاني طبعا وده الخبر المفاجأة، الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد. والخبر اللي جامد جدا وعامل مشكلة خلال الفترة اللي فاتت ديت، وعامل يعني نظام كده زي ما نقول بيصير المشاكل، وهو رغم توقف الدوري المستشار مرتضى منصور يطلق قذائفه ضد النادي الأهلي والخطيب بسبب السوبر. قبل ما ندخل في التفاصيل الأخبار، نتمنى منكم في البداية تعملنا لايك وشير، وطبعا تعملنا اشتراك على القناة. يلا بينا ندخل في تفاصيل الخبر الأول. هنتكلم على عدل القيعي والأهلي يعاني من التحكيم أمام الداخلية. طبعا انتقد عادل القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم أداء طاقم التحكيم في مباراة النادي الأهلي أمام الداخلية، والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز، وانتهت بفوز النادي الأهلي طبعا بنتيجة 4-1، والتي أقيمت على استاد السويس. وكان المباراة دي بيديرها الحكم أمين عمر من الملعب، والحكم عمرو الشناوي على الفار. وطبعا صرح عدل عبر قناة النادي الأهلي: عانينا تحكيميا أمام الداخلية رغم تحقيق الفوز. وأضاف أن أمين عمر من الحكام الشاطرة والفهم، ويقدر بشكل كويس جدا يقدر كويس، لكنه في بعض الأوقات بيعمل حاجات ملهاش لازمة. ووجه رسالة للحكم: القرارات دي بالوضوح دي لما تتجاهلها ويبقى بتعمل ايه في نفسك مش في الأهلي. هو لسه عايشين في موضوع الاحتواء، والسفارة بتبقى إدارية مش فنية، والقرار مبيبقاش مش عادل. وعلق أيضا عدل القيع على هدف كريم فؤاد الملغي لهدف صحيح 100%، خط مرسوم لتصوير فؤاد متسلل وهو خط منحرف وليس طبيعيا، هذه صورة مفتعلة طبعا. وأنهى خطابه أو تصريحاته: الأخطاء التي ارتكبت ضدنا في مباراة الداخلية كانت مؤثرة، نريد فقط الحصول على حقوقنا والعدل والتوقف عن العبث والتدليس. أما الخبر الثاني وهو خاص بموضوع استاد النادي الأهلي، والأهلي تلقى عروض لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد خلال الفترة اللي فاتت ديت والساعات اللي فاتت، من أجل بيع حقوق اسم الاستاد المزعم إنشاؤه في مدينة 6 أكتوبر. وإن أبرز العروض المقدمة لمجلس إدارة النادي الأهلي من أكثر من شركة إماراتية، وترغب مجموعة الشركات في إطلاق اسمها على استاد الأهلي على غرار الملاعب الفرق الأوروبية الكبرى حال فوزها بالحقوق. ويأتي تحرك الأهلي الأخير بعد ما تحصل على هامش عقد رعاية جديد يسمح له بالتسويق كل ما يخص مشروع الاستاد من أجل تنفيذه على أرض الواقع. ويلعب الأهلي مباراته حاليا على استاد السلام اللي هو استاد وي، بعد ما حصل على حق الانتفاع على الملعب لمدة 25 عام، ويخوض بعض المباريات على استاد القاهرة زي مثلا مباراة الأهلي والزمالك ومباراة أفريقيا طبعا الاتحاد الأفريقي بيحددها. أما الخبر يعني جامد جدا معانا وبيصير بعض المشاكل، المستشار مرتضى منصور يطلق قذائفه ضد الأهلي والخطيب بسبب التزوير. أطلق المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك العديد من التصريحات المثيرة بدون سبب ضد النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. وقال المستشار في تصريحات تلفزيونية عبر قناة نادي الزمالك: تعرضت إلى صدمة قبل مواجهة السوبر، حيث تم منعي من السفر مع بعثة الفريق الأبيض إلى الإمارات. أما بقى الخبر أو تصريحه اللي عمل ضجة، وهو مرتضى منصور بيلمح أو بيخبط في الكابتن محمود الخطيب، وأضاف رئيس الزمالك: لا أعلم ما الذي قدمه محمود الخطيب لمصر، رغم ذلك يرى بعض المسؤولين أنه مظلوم. دي كل الأخبار، يعني 3 أخبار كده بشكل خفيف عشان مش هطول عليكم.
هشوف تعليقاتكم وآرائكم في الأخبار اللي احنا نزلناها بتاعت النادي الأهلي. انتظرونا إن شاء الله في فيديوهات قادمة، ومش تنسوا طبعا تدعمونا بلايك وشير، وعشان نرجع مع بعض تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا في فيديوهات قادمة.